السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله جاية لكم في فيديو جديد، يا رب يكون يا رب يعجبكم. واتمنى بقى ان انتوا تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بإذن الله. النهاردة هعمل معاكم تفريزات الملوخية، حتى لو مش هتفرزيها ممكن تنشفيها، بس انا بصراحة من ساعة ما عملت التفريزات بتاعت الملوخية وانا خلاص اعتمدتها وجميلة جدا، بتريحني كتير قوي. بقى راجعة مثلا من مشوار وعايزة كيس ملوخية مثلا جنب اكل ولا اي حاجة، عايزة كيس ملوخية اعمل جنبيه شوية فلفل محمرين كده بالدقة وناكله بالعيش. بصي تحفة تحفة، بتسهل عليكي كتير جدا حتى لو انتي بتشتغلي. تمام، انا عندي ايه بقى؟ عندي 25 حزمة ملوخية. خلاص كده جبتهم وقرطفتهم كويس جدا، وبعدين غسلتهم كذا مرة، شطفتهم بالمية كذا مرة عشان لو فيهم طينة او اي حاجة فتبتدي ان هي تنزل. بعد ما شطفتهم كويس عندي كذا شطفة، خلاص بروح جايبة بقى ملاية مخصصة للخضار عندي، او حتة قماشة مثلا للخضار عندك انتي مخصصاها للخضار، فرحت فرشة عليها الملوخية، وبحاول بس ان انا ايه يعني انشفها شوية كده من المية، بحيث ان انا لما اجي اخرطها ما تبقاش مليانة مية معايا. تمام كده، بس انا ما بنشفهاش يعني تنشيف كامل. خلاص بعد ربع ساعة بعد ما نشفت ببتدي بقى ان انا امسكها اخرطها شوية بعد شوية كده. عندي صينية كبيرة وعندي المخرطة، فتبتدي ان انتي ايه تخرطيها كده كويس. تمام، عايزة تحطيها في الكبة براحتك، بس انا بصراحة بحب طريقة المخرطة، لان المخرطة في التخريط بتاع الملوخية ما شاء الله اللهم بارك لا يعلى عليها، بتبقى جميلة جدا وبتطلع لك زي اللي انتي بتشوفيها بره، ويمكن احسن كمان شوية. تمام، عايزه تحطيها في الكبه هتاخد منك مجهود شويه، وهتضطري ان انت كل شويه تحطي لها ميه، لان عشان تلف معاكي في الكبه. فعشان تتغاضي الحته دي انت هتتعبي شويه ومش عارفه ايه، بس هتريحك كتير، هتلاقي حتى في الطعم احلى. تمام، خرطتها كلها، وجنبي طبق اللي انا بخلص تخريط وبخرطها كلها بروح حطاه في الطبق اللي جنبي. تمام، كل ما اخرط شويه بروح حطاهم في الطبق اللي جنبي. تمام كده لحد ما عندي الكميه كلها تخلص. الكميه عندي بقت بالشكل ده اللهم بارك جميله. خلاص بروح بقى جايبه عندي ايه، لان الكميه اللي عندي كبيره، فبروح جايبه رتلين من الميه. تمام، وبروح حاطه عليهم معلقه وربع من الكربوناتو، وعليهم معلقتين من السكر، وعليهم كمان اللهم صل على النبي، وعليهم حوالي 10 من المرقه اللي هي بتتباع جاهزه. تمام كده، بعد ما بعمل ده كله بخلي الميه عندي تغلي كويس جدا. خلاص تغلي كويس جدا، لان الغليان بتاع الميه ده هو اللي بيحافظ لك ان الخضار بتاع الملوخيه تفضل خضره وجميله زي ما هي مهما قعدت في الفريزر. يعني انا بتقعد عندي من السنه للسنه، اول كيس زي اخر كيس، وان شاء الله باذن الله افتكر ان شاء الله وهعمل معاكم كيس كويس من الفريزر، وهطلعه معاكم واعمله واوريه لكم. خلاص كده بعد ما عملت معايا وبعد ما عملت الكمية بتاعتي كلها ببتدي بقى ان انا اقلب المية عندي كويس قوي، وبروح منزلة فيها الملوخية. تمام، بعد ما بنزل فيها الملوخية كلها بروح ببتدي بقى ان انا اعمل ايه، بعبي بقى كل كيس حسب احتياجي. يعني مثلا انا اسرتي 5 افراد، فبعمل مثلا حوالي طبقين، طبق 3 اطباق، بحيث ان هي ما تباتش، حتى لو باتت وفاض منها طبق فممكن يفاض منها طبق. فاهميني؟ تمام، بعد ما عملت الكمية عندي كلها وببتدي ان انا اعملها كلها. بعد بقى ما عملتها عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ونزلتها، ببتدي بقى اقلبها كويس جدا، وهي بتبقى سمكها تخين قوي قوي، بتبقى اتخن من سمك الكيكه كده. يعني شايفين سمك الكيكه بيبقى تقيل قد ايه؟ لا هي بتبقى اتخن منه يعني شويه كده. خلاص بعبي انا بقى
مثلا طبق طبقين في كل كيس، بستناها لحد ما تبرد خالص، وبعد كده بروح معبياها واروح بقى حطاها في الفريزر عندي. عايزه اقول لكم يعني ان شاء الله ان شاء الله اول ما تجربوها باذن الله هتدعولي ان انتوا عملتوها. تحفه وجميله جدا وبتريحني كتير قوي. مهما قعدت في الفريزر ما بيجرالهاش اي حاجه. اهم حاجه تمشي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها دي. حتى لو مش هتجيبي كميه كبيره ممكن تجيبي نص كيلو، تجربي فيه. نص كيلو بيحتاج كوبايه من الميه، خلاص بتحطي عليه ربع معلقه من الكربوناتو، بتروحي حاطه عليه كمان نص معلقه من السكر، وحوالي مكعبين من المرقه. خلاص لو ما عندكش كربوناتو ممكن تحطي بيكنج باودر برضو بتبقى جميله. خلاص كده. فما شاء الله الملوخيه باذن الله هتجربوها وتفرزوها هتعجبكم. اتمنى بقى تكون الحلقه عجبتكم، وتدوسوا لي لايكات كتير وتشيروا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.